تعزية مقدمة مني أنا حازم عبد الرقيب قحطان باسمي وباسم كافة الأهل والأصدقاء والربع. نتقدم بالتعازي إلى أولاد المرحوم خاصة ولكافة آل الخياط عامة في وفاة المغفور له بإذن الله الوالد عبد الواحد أحمد علي الخياط، ونشاطرهم ونشاركهم الألم والحزن معا. وكتبنا في هذا بضعة أبيات الذي تعبر عن المواساة ومشاركة للألم، الذي قلنا فيها: في حين وافوني خبرك الرعد وسط القلب حن، قالوا لي إن العم عبد الواحد اليوم اتكل. في حين وافوني خبرك الرعد وسط القلب حن، قالوا لي إن العم عبد الواحد اليوم اتكل. صدمة على صدري جرت والحال أصبح في وهن، والقلب ذا صابح حزن والدمع من عيني نزل. صدمة على صدري جرت والحال أصبح في وهن، والقلب ذا صابح حزن والدمع من عيني نزل. يا ضيق حالي آح من جور الزمن والقلب، والحنين قلبي حن على هامات وفاها. في كل موقف كان له بصمة على مر الزمن، رجال لن ينسى وذكره قد خلد الأجل. يا ضيق حالي آح من جور الزمن والقلب، والحنين قلبي حن على هامات وفاها الأجل. في كل موقف كان له بصمة على مر الزمن، رجال لن ينسى وذكره قد خلد الأجل. روح معك يا من قد كتبت الموت واعلنته علن، ويضحت انه حق وكل الناس عندك باتصل. يا رب تجعل نور قبره تغلب انوار الكفن، وتجعل الفردوس له مسكن ولا غيره محل. روح معك يا من قد كتبت الموت واعلنته علن، ويضحت انه حق وكل الناس عندك باتصل. يا رب تجعل نور قبره تغلب انوار الكفن، وتجعل الفردوس له مسكن ولا غيره محل. وعظم الله أجركم يا أولاد هامتنا مع ذي نهج والدكم عليكم دوم في الأحشاء حل. وعظم الله أجر كل الأهل ورجاء الوطن، واسألك يا الله ترحم من عندكم. وعظم الله أجركم يا أولاد هامتنا مع ذي نهج والدكم عليكم دوم في الأحشاء حل. وعظم الله أجر كل الأهل ورجاء الوطن، ونسألك يا الله ترحم ضعف من عندك وصل. هذا وسلامتكم، وعظم الله أجركم، وأحسن الله عزاكم، ورحم الله فقيدكم.